عزيزي المستمع، بعد كل العواصف والحروب والحب والخيانة دي، تبقى كليوباترا لغز محير. هل كانت مجرد ست فاتنة بتستخدم سحرها عشان توصل للي هي عايزاه، ولا كانت ملكة داهية متعلمة وبتتكلم 7 لغات، حاولت بكل ما تملك من ذكاء وشجاعة إنها تحافظ على عرش بلدها في وش إمبراطورية كانت على وشك تبلع الدنيا كلها؟ يمكن تكون الاتنين، ويمكن تكون أكتر من كده بكتير. الأكيد إنها شخصية تاريخية نادرة قدرت بصمتها تفضل محفورة في ذاكرة الإنسانية آلاف السنين، وتلهم كتاب وشعراء وفنانين ومخرجين سينما لغاية يومنا ده. كم ملك أو إمبراطور تاني نقدر نقول عليه كده. وخليك دايما فاكر إن التاريخ مليان بشخصيات رمادية، مش أبيض واسود بس، شخصيات فيها القوة والضعف والذكاء والتهور والخير والشر. وكليوباترا كانت واحدة من أكتر الشخصيات دي تعقيداً وجمالاً وغموضاً.